وانا النهارده غيرت ماركتس كتير جدا، اشتغلت في ماركتس في اندستريز مختلفه. مش عايز اقول الاحسن، انا هقول وجهة نظر. يعني الرحلة دي كانت مليانة تحديات، كانت مليانة مشاكل، عشان تحققي الهدف ده ولا لا؟ وانت كان حلمك انك تبقى CEO. دي نقطة كويسة جدا. فكرة انك تشتغل بره مصر صعب، بدور على شغل. وازاي قدرت توصل بعد 30 سنة بدور على كارير. 30 سنة من الكوربريت ممكن يعملها ازاي؟ ما تحطش افرت في موتيفيشن لحد عشان اخد مرتب وخلاص. برضو مش من اسهل الحاجات. فايه بقى اصعب حاجات بتواجهها كصاحب عمل؟ امتى تبتدي الاون بزنس بتاعتك؟ انتيريور ديزاينر، مهندس مخه لسه مش مترجم مشاعر الخوف. ان الراجل ده يكون دارس الموضوع ده مهم جدا، كل الناس عارفة كده. طيب لو هطلب منك تقول لنا مثلا مثالين او 3 انا هقدم الكونتريبيوشن ده with pleasure. واخلاقك والفاليوز بتاعتك كانوا بشعين، النهارده لو كلمتيني ابتدي ارجعي لورا، begin with the end of mind. ايه اكتر حاجات بتعملها وانت مبسوط؟ لو مفيش دريم مش توصلي لحاجه. انا رحت من مصر على دبي، اندستري مش بتاعتي. طب لو في حاجات هتقول للناس ما تعملوهاش؟ محمد حلمي، ازيك؟ كله تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. انا مش هعرفك، هسيبك انت تقولي انت عايز تعرف نفسك ازاي. انا محمد حلمي، كو فاوندر اند سي او ل 161 انتيريورز، وده اول برايفت بزنس ليا، بس ده جه بعد رحله 29 سنه في الكوربريت. فانا بدات الحقيقه الكارير بتاعي في 95. اللي انت ما تعرفوش ان انا كنت هوتيلير، فانا بدات في واحده من التشينز الكبيره في مصر حوالي 5 سنين. بعد كده عملت كارير شيفت، كومبليت كارير شيفت. انا رحت دبي وسبت الاندستري بتاعت الاوتيلات ورحت اف ام سي جي، لو الترم ده معروف، يعني شركه من شركات الاف ام سي جي في مجال المشروبات الغازيه. وبعد كده بدأت رحلة طويلة بقى، يعني رحت بعديها دبي حوالي 12-13 سنة. بعدين رحت شركة تانية مالتي ناشونال في أمريكا. وبعدين في الأسايمنت دي كان عندي دول ريبورتينج، فكنت جزء من الأسايمنت ريبورتينج لأمريكا وجزء ريبورتينج لإنجلترا. وبعدين نقلة تانية نوعية خالص بعد كل ده، رحت على السعودية، وده كان أول سي او بوزيشن أخده، كان في السعودية. رحت الأول على سي او بوزيشن في شركة، وبعدين في نفس الجروب اتنقلت على شركة تانية. فأنتي بتتكلمي في 29 سنة تقريبا، ما بين مصر، دبي، لندن، يو اس، سعودي أرابيا، وبعدين باك لمصر بقى بعد الرحلة دي على my own business. يعني 29 سنة كوربريت في كل البلاد دي، وبعدين صح. قررت ترجع مصر وتعمل البيزنس بتاعك. صح. مبسوط؟ مبسوط جدا الحمد لله. وانا عموما يعني في كل الجيرني، هو دايما بيقولك enjoy the journey، ما تستنيش حاجة معينة تحصل عشان تبقي مبسوطة. فهو السؤال بتاع مبسوط ده سؤال حلو. ليه؟ لأنه المفروض ان انت تنجوي الجيرني كلها من اولها لاخرها، ايا كان اللي بيحصل فيها، لان كلها ليرنينج. فانت ممكن تاخدي ستبس معينه تبقي متوفقه فيها، ممكن تاخدي ستبس ما تبقيش متوفقه فيها، بس you have to enjoy ولازم تستفيدي منها. فزي ما بيقولوا you either win or you learn، فما فيش حاجه في الجيرني وحشه. انا مبسوط دلوقتي الحمد لله، على عكس طبعا ناس كتير اللي هو انت ما 30 سنة راجع مصر وراجع مصر دلوقتي، والظروف الاقتصادية انت في اي ستبس بتاخديها بتلاقي دايما ناس بتشجع وناس مش بتشجع. بس هو الفكرة انت عاملة بلان من الاول شكله ايه، راجعة امتى هتبتدي الاون بزنس بتاعتك، امتى تسيبي الكوربريت. دي كلها كل واحد بيختلف من شخص للتاني. فانا بالنسبة لي لا، انا بالنسبه لي مرتاح جدا للستاك دي، ما عنديش اي مشكله انها جت في وقت يمكن في تشالنجز اقتصاديه معينه او بس عمري ما باخد ستيب
وارجع افكر فيها تاني وارجع اندم او عمري. بس 30 سنة من الكوربريت وصلت الشركات أسماء كبيرة، وصلت لبوزيشن CEO. أكيد كان في يعني الرحلة دي كانت مليانة تحديات، وكانت مليانة مشاكل، وكانت مليانة برضو أكيد حاجات حلوة كتير أنت تعلمتها طبعا. فلو إحنا عايزين نفيد الناس بالرحلة دي، إزاي اتعاملت مع كل ده، وإزاي قدرت توصل إن أنت تروح؟ لأن ناس كتير، خلينا واقعيين، عارفين إن فكرة إنك تشتغل برا مصر صعب، وإنك توصل لبوزيشن كبير زي CEO بوزيشن في شركة مش مصرية في دولة مش عربية برضو مش من أسهل الحاجات. طبعا. فإيه بقى السر وإيه القصة؟ بصي، القصة بتبتدي هقولك على اسم كتاب يعني مش جديد عشان ما بانش ان انا يعني بقول على، هو في كتاب اسمه 7 Habits of Highly Effective People. اوكي، عارفاه. كل الناس عارفاه، كل الناس قريته. في تشابتر فيه بيقولك begin with the end of mind. يعني ايه begin with the end of mind؟ يعني انتي اول حاجة خالص حطي الدريم بتاعك والهدف بتاعك، وبعدين ابتدي ارجعي لورا، شوفي انتي ماشية في الستبس المظبوطة عشان تحققي الهدف ده ولا لا. فانت دايما بتبتدي بالدريم بتاعك. لو ما فيش دريم مش توصلي لحاجه. ادي. وانت كان حلمك انك تبقى CEO؟ لا، انا اللي عايز اقوله هنا انه في فرق ان انا اكون بادئ حياتي بدور على شغل، او بادئ حياتي بدور على كارير. تمام. بتفرق جدا في كل ستيب انت بتاخديها. فاول حاجه، لا انا بادئ بدور على كارير. انا من ساعه ما اتخرجت وانا بدور على كارير. عمري ما كنت بدور على شغلانه عشان اخد مرتب وخلاص. فهمنا الفرق اكتر. لا، الفرق كبير. انتي النهارده انا شايف بعد 30 سنه انا عايز اوصل لايه. تمام. فببتدي اخد ستيبس محسوبه كلها، او كل ستيب بفكر انه الستيب دي هتوصل للي انا بفكر فيه ده ولا لا. انا النهارده بكلمك بعد ما 30 سنه فاتوا، صح؟ بس ما جوش صدفه. تمام. ممكن اضرب مثال ملوش علاقه بالاندستري بتاعنا خالص. محمد صلاح. محمد صلاح النهارده ما هواش احرف لعيب في تاريخ مصر. كل الناس عارفه كده، كل الناس اللي فاهمه كوره عارفه كده. محمد صلاح ابتدى في نادي صغير جدا في قريه، وبعدين راح المقاولين. تمام. هو ممكن كان يبقى كل طموحه ان هو انتقل من النادي الصغير اللي في قريته ده وراح المقاولين وخلاص، انا رايح نادي بيلعب في الدوري وباخد فلوس، صح؟ وهتشهر وبتاع وخلاص، ده شغلانه يعني. لكن هو مستحيل يكون وصل دلوقتي انه بيلعب في ليفربول وبيلعب في اكبر دوري في العالم من غير ما يكون من وهو في القريه عنده الدريم ده. فابتدى ياخد الستبس. هو لما راح المقاولين ما وقفش، وراح لعب في نادي تاني في سويسرا اكبر شويه، وبعدين راح ايطاليا، وبعدين راح كذا، وبعدين راح كذا. طب الستبس اللي اتخذت دي كلها اتخذت ليه؟ عشان هو كاريره كور، وعشان هو من الاول خالص وهو عنده دريم معين ماشي عليه. طب ايه الجزء التاني؟ لا، انت ممكن تلاقي حد تاني هو كان كل طموحه انه ياخد المرتب اللي بياخده وخلاص، صح؟ الستبس اللي بتتاخد بقى في الرحله دي كلها مختلفه كومبليتلي. ليه؟ انت الاول اتكلمتي في التشالنجز، فانا هرجع لك لحته التشالنجز، وبعدين اقول لك ايه الفرق في الستبس اللي بتتاخد. التشالنجز مستحيل يكون انت ناويه تحققي الطموح والحلم بتاعك وتكون زي ما بيقولوا walking in the park. لا لا لا، لازم هيكون في تشالنجز. انا مشيت من هنا وانا هوتيلير، وانتي عارفه دي اندستري مختلفه تماما. طلعت على ماركت تاني، انا رحت من مصر على دبي، وبعدين رحت على FMCG. فانا فجأة بقيت في اندستري مش بتاعتي، بقيت في ماركت مش بتاعي، بقيت في وسط كلتشر مش بتاعتي. تمام. فده في حد ذاته تشالنج. تمام. طيب انت قدام حل من الاتنين هنا. يا اما ان انت داخله اندستري جديده فتحاولي تحطي الايجو بتاعك على جنب، بتاعك كام سنه اللي انت قعدت فيهم في الاوتيلات، لان انا داخل اندستري جديده. فلازم اكنولج
ما بيني وما بين نفسي ان انا داخل اندستري جديده. تمام. يعني محتاج اعمل ايه في الاندستري الجديده دي؟ محتاج اتعلم، محتاج اليرن، محتاج النوليدج بتاعتها، صح ولا لا؟ صح. فالنهارده اولا على كلمه تشالنج، هي كل الستبس دي لغايه النهارده. ولما رحت امريكا كان في قصه، ولما رحت لندن، ولما غيرت اندستري، ولما رحت السعوديه از سي او. بس انت، هو مش كلام ثيوريتيكال باي ذا واي يعني، بس انت كل ده ممكن تقولي عليه opportunity. هي opportunity رهيبه. هو انا privileged، هو انا blessed ان انا عديت على كل ده. دي حقيقه. انا مش بعتبر كل اللي شفته ده challenges، انا بعتبره ان انا blessed وان انا privileged، ان انا جايلي الفرص الكبيره جدا دي والchallenges والضغوطات دي، عشان انا اتعلمت فيها حاجات. بقيت واحد تاني دلوقتي بعد 30 سنه، مختلف خالص عن الشخص اللي هو كان لسه متخرج من الجامعه. فالفكره هنا في مايند سيت. انا اسهل حاجه عند البني ادم ان هو يقول ده very challenging، ده انا رحت بعتوني شركه في امريكا والكالتشر هناك والظلم وال صح. ممكن تقولي انا الاندستري مش بتاعتي، انا بقالي 5 سنين في اندستري تانية خالص. ممكن، بس انت شايفاها تشالنج، ونقعد نقول تشالنج وفي الاخر ونبليم الفيل بتاعنا على التشالنج، ولا شايفاها opportunities كبيرة جدا عمالة تثقلك وتثقل خبراتك وتثقل شخصيتك عشان تبقي حد تاني خالص بعد 25-30 سنة. فأنا مايند سيت. فأنا الحمد لله من وأنا سني صغير وأنا عندي المايند سيت دي. في وقت انت قاعدة في نفس الشركة معاكي ناس كتير جدا، مش بوينت فينجر على حد معين، بس اللي اقصده انه ده موجود في كل الشركات. موجود الناس اللي هي بتاخد الامور بوزيتيف وبتاخدها از اوبورتيونيتي، والناس اللي هي دايما بتتكلم نيجاتيفلي، وبتتكلم نيجاتيفلي على الشركه، وبتتكلم نيجاتيفلي على الظلم. القصه كلها مايند سيت بني ادم. صح. انت عايز تشوفها ازاي؟ انت عايز تشوفها ازاي، وانت عايز تفضل تعيد وتزيد في الموضوع ده، ولا عايز انت تاخد ستبس وتتعلم وتنجح. وبعدين في حاجة الحقيقة أنا دايما كنت بعملها في أي مكان بروح. أنا ما كانش عندي كسوف من حتة أن أنا أتعلم. يعني أنا ما عنديش حتة أنا والله جاي بقالي مثلا كذا سنة في الشركة. لا، أنت we are all learning لغاية النهاردة، لغاية ما نموت. ما فيهاش حاجه تكسف. ما فيش حد عارف كل حاجه. انت ممكن تبقي سي او وشاطره جدا في مجال معين، بس انت ممكن تاخدي اساينمنت از سي او في ماركت تاني خالص، في اندستري تانية خالص. ف you need to learn about the market and you need to learn about the industry. صح. في نظريه اللي هي بتاعت فضول الطفل، ان احنا لو فضلنا مكملين بعد ما كبرنا بنفس الفضول اللي احنا اتولدنا بيه، ان الطفل دايما بيبقى عايز يجرب وعايز ياكل ده ويدوق ده ويمسك ده، ومش بيخاف لان هو مخه لسه مش مترجم مشاعر الخوف ومشاعر الناس هتقول عليا ايه، ومشاعر مثلا الجادجمنت او ده هيحكم عليا. فدايما بيدخل بكل ثقة يجرب كل حاجة. فلو قدرنا ان احنا نكبر ده معانا هنتعلم كتير. دي حقيقة. والحاجة التانية هرجع لنقطة معلش المايند سيت بتاع حتة أنا بدور على شغلانة ولا أنا بدور على كارير. الموضوع ده مهم جدا من الأول خالص. يعني النهاردة الابروتش بتاع الأمور لما يكون عندك المايند سيت بتاعت إن أنت بتدوري على كارير بيكون مختلف. بمعنى أنا مثلا في كاريري كله 30 سنة غيرت 5 شركات. تمام. في 30 سنة أنا النهاردة في شركتي دي بعمل انترفيوز لناس، بشوف سيفيهات وبيجيلي سيفيهات وبعمل لهم انترفيوز، خريجين 2021 مغيرين 5 شغلانات. أيوة، حلو قوي. بقى الجزء اللي انت بدأته ده ايه دلوقتي كبزنس اونر، وحتى في المناصب اللي انت وصلت ليها قبل كده، اكيد كان ليك انفلونس على الهايرنج، اكيد بتعمل انترفيوهات لناس حتى وانت في الكوربريت. طبعا. فايه بقى اصعب حاجات بتواجهها كصاحب عمل بتشوفها في الناس اللي بتتقدم لشغل او الكالبرز اللي بتيجي تعمل انترفيو عندك؟
او في حياتك كلها عامه، سواء في الاندستريز المختلفه والاندستري برضو اللي انت فيها دلوقتي؟ اجان يعني مش هقولها كتشالنج، هقولها انا بدور على ايه. بدور على كانديديت او كاليبر، او بدور على اللي انا كنت لسه بقوله ده. بدور على مايند سيت. تمام. بدور على المايند سيت المظبوط. يعني النهارده خلينا نقول انت محتاجه حد في مجال معين او في فانكشن عندي جوه الشركه. الفانكشن دي ليها requirements معين، في حاجات prerequisites زي ما بيقول. تمام. يعني انا لما اكون عايز على سبيل المثال ديزاينر، لازم يكون خريج كذا، ولازم فاهم قصدي. مش هقدر اجيب دكتور او هقدر اجيب يعني حد في مجال مختلف. انا بدور النهارده على ديزاينر. فخلينا متفقين ان في اساسيات للشغلان. خلاص. انتيريور ديزاينر، مهندس، لان مش جرافيك ديزاين، لان الجرافيك ديزاين بيتعلمه تقدر تاخد كورس. انا باخدها على سبيل المثال يعني. let's say interior designer. فانت النهارده في requirements معينه للشغلانه ان الراجل ده يكون دارس interior design وخريج جامعه. فالنهارده في education موجوده، بس النهارده الاديوكيشن دي عندك وعند كل الناس اللي اتخرجت، صح؟ في experience معينه على حسب البوزيشن، سينيور ولا جونيور. فانت بتحتاجي حد experienced او مش experienced. احيانا بتحتاج حد مش experienced، فبرضه دي prerequisite، مش مشكله. اللي بيفرق ايه؟ اللي بيفرق المايند سيت، صح. اللي بيفرق الاتيتيود. تمام. وانا النهارده غيرت ماركتس كتيره جدا، يعني او مش غيرت، اشتغلت في ماركتس كبيره جدا في اندستريز مختلفه. اشتغلت في اوتيلات، اشتغلت في سوفت درينكس، اشتغلت في شركه مانيفاكتشرنج في امريكا، اشتغلت في شركه اكل في فود كومباني. سو 4-5 ماركتس مختلفين، 4-5 اندستريز مختلفين. حته ان انت بتهاير فور اتيتيود ابليكابل على الكل، across industries across markets. ما فيهاش. ليه؟ هو بيقول لك hire for attitude train for skill. صح. اي حاجه تقدر تتعلمها، اي حاجه في الشغل او product knowledge تقدر تتعلمها، لكن الاتيتيود والشخصيه واخلاقك والفاليوز بتاعتك وقيمك مش هتتعلمها 100%. انت ممكن تغير، صح، بس مش سهله. مش بسهوله ابدا ان انت تغيري كاركتر، مش بسهوله ابدا ان انت تغيري اتيتيود معين. النهارده لو كلمتيني وكلمتي اي سي او في اي مجال تاني، هتلاقيهم بيتكلموا في نفس النقطه. انا اهم حاجه عندي الاتيتيود. يعني انا لو لقيت حد عنده البيسكس بتاعه النوليدج اللي انا محتاجها والبيسكس بتاعه الاكسبيرينس اللي انا محتاجها، اللي هيفرق بينه وبين 5-6 كانديديتس تاني كلهم عندهم نفس النوليدج ونفس الاكسبيرينس، اللي هيفرق الاتيتيود. صح. انا النهارده لو عندي opportunity في الشركه، عندي 2-3 تعينوا، وبعدين ظهرت opportunity في الشركه، من 2-3 دول مين اللي هياخد الاوبورتينيتي؟ اللي هياخد الاوبورتينيتي اللي عنده الاتيتيود الاحسن، اللي عنده leadership skills، اللي عنده positive attitude towards كل حاجه، اللي بيشتغل مع تيم بشكل افضل. فاهم قصدي؟ فهتلاقي في الاخر ان النقطه المفصليه للكارير بروجريشن عند الناس كلها الليرنينج. احنا قلنا ان هو هنعتبره اساسي، صح طبعا، لكن النقطه المحوريه هتلاقيها في الاخر بترجع للبيرسوناليتي. طيب لو هطلب منك تقول لنا مثلا مثالين او 3 عن ابشع كاليبر شفته في حياتك، يعني هات لي 2 أو 3 من 30 سنه خبره كانوا بشعين، مش طبعا اشخاص باسمائهم، بس قصدي كاتيتيود او كحاجه كانت فيهم كارثه. بصي بصراحه يعني اوقات كتير الانترفيوهات بتاخد معايا 2 أو 3 من الانترفيو. صدقيني طبعا عشان ارجع افتكر على مدار مثلا 29 سنه صعبه، بس هفتكر لك اكيد في حاجات علمت معاك اكيد، يعني ما طبعا. هو بشعه دي اكيد كانت بشعه بالشكل الكافي انك تفضل فاكر. اكزامبل، بس هقول نقطه عامه وبعدين هرجع لك الاكزامبل اللي الناس ممكن تكون مش فاهماه، يعني كانديديتس ممكن تكون مش فاهماه. انه اوقات كتير ممكن الشخص يجي competent، ولكن المشكله الابروتش بتاعته والاتيتيود بتاعه والايجو بتاعه ما كانش مظبوط. تمام.
وهو بيقول لك الايجو كيلز او سبويلز كارير. تمام. فالنهارده هو ممكن هو او هي تبقى متخيله انه هي يعني انت once you think you're great، حتى انا، حتى اي حد once you think you're great، ده بدايه نقطه الانهيار بتاعه الكارير بروجريشن وبتاع كرياتيفيتي وبتاع حاجات كتيره. وانا هديكي مثال عليا انا شخصيا. فالنهارده اوقات كتير بيبقى بيجوا الكانديديتس بالاتيتيود مش مظبوط. تمام. يعني انا يعني هقول لك مثال غريب جدا حصل معايا وانا في بيبسي في دبي. قابلت واحده داخله الانترفيو في مقر الشركه الرئيسي، وبدانا نتكلم، يا دوب لسه بنفتح ديسكشن، وراحت فاتحه شنطتها طلع برودكت، برضه مش عارف اذا اقدر اقول الاسامي ولا لا، بس مطلعه البرودكت بتاع الشركه المنافسه وبتشربه في الانترفيو معانا. واحنا هما شركتين اللي بيكمبيت جلوبالي في الموضوع ده، هما شركتين ما فيش غيرهم، يعني واحده زرقاء واحده حمراء. فانا النهارده في انترفيو وفي شركه كويسه جدا، والمفروض ان انا جايه عايزه يعني اخد الشغلانه، اي اسيوم يعني جايه الانترفيو ليه. فانت النهارده جايه الانترفيو وقاعده في بانل انترفيو بتاع وبتطلعي البرودكت بتاع الشركه المنافسه بتشربيه في الانترفيو. بتوريكي حاجات كتير قوي. الحركه دي بتوريكي حاجات كتير قوي ان مفيش ذكاء اجتماعي، مفيش ذكاء، مفيش. طب النهارده حته اللويالتي هتيجي ازاي؟ المايند سيت بتاع ابروتشنج امور كتير هيجي ازاي؟ يعني النهارده ضيعت على نفسها فرصه معينه، مع ان المفروض انها يعني she showed some confidence بس بحركه بسيطه ممكن محدش ياخد باله طبعا منها. فده معناه ان لا، محتاجين نشتغل على الذكاء الاجتماعي شويه. هو مش يعني لو انا بقول لك احنا اي حد بيدور على الاتيتيود قبل النوليدج وقبل الاكسبيرينس، فبالتالي الاتيتيود بتاعك في الانترفيو مهم انه يبقى بوزيتيف. فانت لما تبقى جاي في انترفيو مش مبين بوزيتيف اتيتيود او مبين ايجو، او طب ما انا يعني انا اصلا عايز اعين او هعينك عشان الاتيتيود بتاعك. ما هي النوليدج بتاعتك موجوده عند كذا حد، انت فاهم قصدي؟ يعني انا باسيوم هنا ان النوليدج والاكسبيرينس المطلوبه للشغلانه متوفره عند كذا كانديديت. طب ولو في حد جديد ممكن يتعلم. بالظبط. وده مثال حصل كتير جدا، ان ممكن حد تعين بنوليدج اقل شويه او اكسبيرينس اقل شويه، بس الاتيتيود بتاعه كان بالنسبه لي بروميسنج اكتر بكتير، لانه اللي عنده الاتيتيود ده وناقصه عنده نواقص معينه في النوليدج او في اي حاجه هيتعلمها. صح. العكس مش صحيح. يعني لو حد النوليدج بتاعته كويسه وعنده مشاكل اتيتيود، صعب قوي تغير الاتيتيود. لكن انا شايف ان انت الاتيتيود بتاعك بوزيتيف جدا، willing to learn، مفيش اي مشكله حتى لو عندك نواقص. وبالتالي حتى دي نقطه مهمه جدا بقى في السي في. انت لو عندك حاجه ناقصاك ما تحطهاش في السي في لو هي مش موجوده. ما تقولش انا عارفها، لانه هتتعرف انها مش عندك. لكن انت لو قايل ان انا والله انت بتعرف كذا، انت اشتغلت كذا، اشتغلت في دي، لا والله انا كويس في دي ودي، بس في دي مش عندي. I appreciate your honesty، شخصيتك والاتيتيود بتاعك والhonesty بتاعتك، الحته اللي ناقصاك دي هديها لك، هعلمها لك، مش مشكله. العكس مش صحيح. ما تجيش تقول ان عندي وابتدي اسال اسئله الاقي انه واضح قوي انت عمرك ما عدى عليك الموضوع ده في حياتك قبل كده. فدي نقط برضو اعتقد انها مهمه جدا، لانه خصوصا الشباب الصغير اللي بيبقى متوتر شويه من ان انا رايح انترفيو ما عنديش الجزئيه دي. طب لو سالوني طب انا هقول ان انا اشتغل، وتقول لي ما انت لو شاب صغير لسه متخرج او بقالك سنه وسنتين، خد بالك الامبلوير هو كمان بيبقى فاهم، بيبقى عنده expectations معينة منك، صح، غير الاكسبكتيشنز اللي انا بتبقى عندي من حد عنده 10 سنين experience. فالامبلوير فاهم ده، فانت مش محتاج to fake it. You don't need to fake it
خالص. بالعكس صدقني في انسيدنتس كتير قوي، في مواقف كتير قوي الامبلوير هي ابريشيتد اكتر بكتير ان انت قلت ما اعرفش. في ناس بتفكر ان انا كده هزود فرصه ان السي في بتاعي يتاخد، كل ما احط كلام اكتر وكل ما احط خبرات اكتر كل ما ده هيخليهم ياخدوا السي في اسرع يعني. طبعا يعني نظريه مش صح خالص. وبعدين هي ممكن تجيب نتيجه عكسيه، وفي اغلب الاوقات بتجيب نتيجه عكسيه. بتجيب نتيجه عكسيه في اغلب الاوقات بتجيب نتيجه عكسيه. لغايه النهارده بيحصل معايا المواقف دي. يعني لغايه النهارده بتشوفي حاجات في السي في، بتبتدي تتكلمي، اول ما تبتدي تتكلمي بتبقى عارفه ايه اللي صح وايه اللي غلط في السي في. وبعدين في فرق ان انت يعني زي ما بيقولوا تو بولش شويه، تو بولش السي في بتاعتك مقبوله شويه، انك تو بولش شويه، اعدل حاجات بسيطه. وفي فرق انك تو فيك حاجات مش عندك. صح. يعني انت you're giving false information. انت عندك خبره في انا بكذب. يعني انت يعني مثلا انت اشتغلت مثلا 3D ورسومات تنفيذيه قبل كده، تيجي تلاقيه عمره ما اشتغل رسومات. طب انت اشتغلت في ماركت السعوديه قبل كده، انا عايز حد عنده اكسبيرينس في ماركت. انا اشتغلت في مصر واشتغلت في السعوديه، تبتدي تتكلمي تلاقيه عمره ما راح السعوديه. يعني ده كده ده فولس انفورميشن. طب ما لو حد بقى ما عندوش اكسبيرينس في ماركت السعوديه بس عنده الاتيتيود، ممكن توافق تعينه في حاجات وحاجات. ما هي دي الفكره. يعني الحاجات اللي هي مش محتاجه تكنيكال سكيل، يعني مش مثلا تايتل او بوزيشن محتاج حد يبقى مهندس دارس هندسه وانت تجيب فيه حد مثلا دارس بيزنس. لا مش ده قصدي، بس قصدي ان لو حاجه ليها علاقه بالماركتنج بالسيلز بالبيزنس ديفلوبمنت، ما عندوش الخبره بتاعه الماركت، ممكن طبعا، وعايز ان هو ياخد الاكسبوجر ده، ممكن تعمل كده. ممكن تعينه. عشان كده قلت لك في حاجات وحاجات. وعشان كده قلت يا جماعه انتوا بس بي اونست. لانه ممكن انا اسالك عندك خبره في السعوديه ولا لا، وانت تقول لي لا، اقول لك فاين، انا في الجزئيه دي وفي الفانكشن ده انا مش محتاج. بس ما تقوليش عندك وتلوز ذا جوب بسبب ان انت اديتني فولس انفورميشن، وبالتالي خلتني ابقى عندي كونسيرن تاني على الشخصيه. صح. فهمتي قصدي؟ فهنرجع لنفس النقطه تاني، اللي هو الاتيتيود بيفرق في حاجات كتير جدا. طب تفتكر الايجو بيأثر ازاي على الورك بليس، على المكان بتاع الشغل وعلى الشغل نفسه وعلى تعامل الشخص اللي عنده الايجو ده مع الناس اللي حواليه؟ بصي، عايز رأيي الصريح، الايجو بيضر البني ادم نفسه اكتر من اي حد حواليه. يعني الايجو النهارده هيضيع عليكي، ممكن يضيع عليكي فرصه كانت في متناول يديكي. تمام. خلينا نوضح شويه امثله للايجو. لا، امثله. انا هقول لك على حاجه. انا ممكن اخد شغلانه، السي في بتاعي قوي، الانترفيو عدى كويس، واخدت الشغلانه واشتغلت كويس. الواقع ان انا في الجزئيه دي عندي نقص اكسبيرينس شويه، في الماركت ده عندي نقص اكسبيرينس شويه. طيب لما يبقى عندك نقص اكسبيرينس شويه او نقص نوليدج شويه في حاجه معينه، انت what do you need to do? you need to learn. اتعلم. صح. طيب انت الايجو هيخليكي مش عايز تتعلمي، عشان انا مش عايزه اقول انا مش عارفه ده. عشان مش هتقولي انا مش عارفه ده. الايجو مش هيخليكي تبقي عايزه انت شخصيا تروحي ما هو خدي بالك، في دور على الشركه وفي دور على الشخص. يعني انت ممكن تبقي في فانكشن معينه في اريا معينه، تمام، وحتى في الجزئيه دي انت ممكن تكوني ناقصك حاجات فلازم تتعلميها، وفي فانكشنز تانية انت ممكن تكوني عايزه تاخدي اكسبوجر عليها. صح. اكيد. يعني انا بشتغل في الماركتينج النهارده مثلا، يعني وعايز اخد اكسبوجر بتوع السيلز دول بيعملوا ايه. انا ممكن اكون في شركه كبيره فيها برودكشن، وانا بشتغل سيلز، ماليش علاقه بتوع البرودكشن خالص، بس عايز انزل اعرف بتوع البرودكشن دول بيشتغلوا ازاي، بيعملوا فوركاست ازاي، البرودكشن لاين ماشي ازاي. فاهم قصدي؟ الايجو بيمنع الشخص نفسه من ان هو يتعلم. هيضر نفسه، هيوصل لمرحله في الاخر انه يعدي عليه سنين وسنين وسنين هو زي ما هو اتكسف يسأل، او حب يخش بايمج او امبريشن معين ان انا I know it all، وبالتالي عمرك ما هتسألي، وبالتالي عمرك ما هتتعلمي حاجات جديدة. الايجو مش بيكون بس كده، بيكون برضو
بيأثر تأثير كبير. وقولي برضو انت رأيك في الموضوع ده على تعامل مع الناس، بالذات مثلا من المديرين او حتى الموظف اللي بيتعامل مع الكوميونتي او الفريق بتاعه اللي بيشتغل معاه، ان انا احسن منك، انا بفهم اكتر منك، طبعا انا عارف وانت ما تعرفش. فده بيأثر بقى ازاي من خبرتك شفتها على الموضوع ده وعلى البرفورمانس كمان بتاع الموظف؟ اولا هاتي اي شخص competent knowledgeable وcompetent ومتمكن اي حد، هاتي اي اسم كبير دلوقتي في مصر ناجحين جدا وعندهم شركات وسي اوز واونرز، هتلاقيهم هم اللي عندهم لس ايجو، صح ولا لا؟ صح. مش هتلاقي حد ناجح قوي وناجح في كارير وناجح في البيزنس بتاعه وناجح عنده ايجو. ليه؟ هو confident جدا، competent جدا، knowledgeable جدا، فمفيش ايجو خالص. فالايجو دايما بيطلع لما يكون في نقص في حاجه، في نقص في knowledge، في نقص في حاجه، في نقص في حاجه، وبالتالي تصرفات هذا الشخص هتكون مش مظبوطه. صح. والناس بتبقى فاهمه ده، يعني اللي قدامه هو بيبقى فاكر انه كده بيظهر بصوره كبيره او صوره عظيمه، بس مع الاسف الناس اللي بتتعامل معاه بتبقى فاهمه ان ده نقص في حاجه. فعلا اي شخص عنده علم، اي شخص ناجح فعلا في المكانه بتاعته او في الشغل بتاعه او في ايا كان اللي بيعمله، بيبقى من برضو خبرتي في التعامل مع الناس اللي فعلا ناجحين، بيبقوا جنوين جدا، بيبقوا عايزين يساعدوا اللي حواليهم، بيبقوا عايزين يوصلوا العلم ده لناس تانية، وبيبقوا متواضعين أنا عدى عليا في كذا شركة من الشركات دي ناس بعتبرهم بالنسبة لي منترز، معلمين. طبعا. وانتي في فرق كبير بين المنتر وبين مدير. عدى عليا مديرين طبعا كتير، بس عدى عليا منترز افتكرهم لغاية دلوقتي، وليهم تأثير على كاريري وليهم تأثير على شخصيتي في حاجات كتير. طب الشخص ده اللي هو عنده ايجو او ما انت عمرك ما هتبقى ليدر وعمرك ما هتبقى منتر لحد. موضوع الليدرشيب قصة تانية مهمة جدا، بس يعني انا بربطها برضو بانه هي كلها، خدي بالك الدنيا learning يعني knowledge و experience، صح؟ طب هل انت من زمان ما كانش عندك ايجو ولا كان موجود وانت اشتغلت على الموضوع ده؟ عمري وفي موقف يعني محرج جدا اتحطيت فيه، ومش هخجل ان انا احكيه يعني، لانه actually ممكن يفيد حد تاني. بس انا الموقف ده غير طريقة تفكيري في حاجات كتير جدا. ايه هو؟ انا كان بقالي يعني انا بدأت في مالتي ناشونال في اوتيلات، وبعدين رحت على شركة كبيرة جدا في دبي، فالمفروض ان انا يعني كنت وقتها فاكر نفسي ان انا يعني انا I know it all، أنا راجل ما حصلتش. جالي انترفيو في واحدة من اكبر الشركات في العالم، وانا رايح على اني I'm great. تمام. الانترفيو ده غير حياتي، انا مش بهزر يعني، لانه اسوأ 45 minutes عدوا عليا في الكارير بتاعي يعني. انا رايح على اني I know it all، عارف كل حاجة. الانترفيو كان يعني مأساة بالنسبة لي، مأساوي. 45 minutes يعني من أسوأ 45 minutes اللي عدوا عليا، سواء في انترفيوز او في ميتينجز. ايه اللي حصل فيهم بقى؟ يعني كنت فاكر ان انا عارف حاجات كتير قوي في حاجات كتير قوي. طلعت انه انا ممكن النوليدج بتاعتي او الحته ده زي ما بيقولوا that I master حاجه معينه، بس I don't master all الحاجات. ما عنديش exposure على حاجات تانية معينه وfunctions تانية و الاريا بتاعتي اللي انا كنت ماسكها I used to excel فيها، بس انا ما عنديش exposure على حاجات تانية كتير، وما عنديش النوليدج بتاعتها، ما كنتش بهذه الكفاءة ان انا اتكلم في ارياس تانية بره الجزئية اللي انا كنت متخصص فيها. فلما رحت الانترفيو انا it was a step up بالنسبة لي، فكانت الدسكشن بشكل تاني. it went really bad.
مشيت، حصل لي يعني disappointment رهيب. ما احنا مش فاهمين بقى ايه اللي حصل، يعني محتاجين نفهم ايه اللي حصل جوه. ليه حسيت الاحساس ده؟ حسيت لانه لما ابتدينا ندسكس subjects و topics معينه بره الاريا اوف اكسبرتيز بتاعتي، يعني بدانا نخرج بره الفانكشن بتاعت السيلز مثلا، بدانا نتكلم اتش ار، بدانا نتكلم ماركتنج، بدانا نتكلم فاينانس، بدانا نتكلم في حاجات تانية. وهم كانوا متوقعين ان انت تكون فاهم كل ده. يعني it was step up عن اللي انا فيه. لما بدانا نتكلم in depth في حاجات تانية، اكتشفت انه انت عندك حاجات كتير قوي لسه عايز تتعلم. انت disappointed جدا دلوقتي، لان انت كنت فاكر انه كام سنه اللي فاتت دول شغلتك كام سنه هنا وكام سنه هنا، ان انت ريدي انك تاخد الستيب دي وان انت عارف كل حاجه. الدسكشن دي فتحت عينيا ان انا لا، انت الاول، عشان ما اضحكش عليكي، الاول الاحساس اللي جالي احساس disappointment رهيب. وهنا بيحصل مفترق طرق، وبتعتمد على الشخصيه برضو. يا اما انت هتاخديها disappointment كبير جدا، وانا ليه عملت في نفسي كده، ما انا قاعد في الكومفورت زون بتاعتي ومبسوط والناس عارفاني وانا عارف الشغل، وليه بعمل في نفسي كده، خليني في الكومفورت زون. يا اما بيحصل لك حاجه تانية خالص، انه بتبتدي تتحدي نفسك. انا النهارده كل الحاجات اللي انا الموقف اللي انا اتحطيت فيه ده، والحاجات اللي انا محتاج او اكتشفت ان انا محتاج اتعلمها ومحتاج افهمها، انا لازم اتعلمها ولازم افهمها. ليه بقول لك بقى دي كانت تيرنينج بوينت بالنسبه لي؟ لان انا قررت من بعد الديسابوينتمنت، مرحله الديسابوينتمنت لما راحت اخذت لها شويه وقت. قعدت فتره حاسس مش فتره طويله، مش فتره طويله، بس انت بتتكلمي في ناس سفروكي، بعتوني طياره، نزلوني في افخم اوتيل بتاع انترفيو بروسس رهيبه. والانترفيو بروسس كان ليها بروسس، وانا بالنسبه لي يعني كنت واخد الموضوع يعني انه عارفه انا هروح اكسر الدنيا. يعني اوفر كونفيدنس رهيبه يعني. فلما رحتي واتزنقتي الزنقه دي، حسيت ان فبعد حته الديسابوينتمنت ما راحت، رجعت وقلت طب انت الجزء ده لازم تتعلمه، الجزء ده. وقتها رحت قدمت على ماسترز في ليستر يونيفرسيتي، وبعدين جات لي شغلانه تانية في الشركه اللي هي في امريكا. فقلت بس انا برغم ان الشغلانه التانية جات وكل حاجه، انا هنتهز فرصه السفر الكتير اللي عندي. انا قعدت 4 سنين تقريبا عايش في الطياره. فقلت ممكن ما اقدرش اكمل الماسترز، وفعلا للاسف الشديد ما قدرتش اكملها لان كان صعب قوي الاحقها، وكان في نسبه اتندنس وبتاع، وانا كنت بسافر ممكن 3-4 مرات في الشهر. فقلت بس انت النهارده هتنتهز سفرك الطويل ده، وكانت الرحلات كلها بال14 و15 ساعه و17 ساعه، ان انت كل اللي انت عايز تتعلمه ده انت هتجيب كتب وتقراها، ومفيش احسن من الطياره. انا في ال4 سنين دول لو قلت لك يا اميره انا قريت كام كتاب في ال4 سنين دول، وقريتهم كلهم في الطيارات. يعني ما انت طالعه مثلا لوس انجلوس، ولا طالعه واشنطن، ولا طالعه من دبي، بس اقل رحله 14 ساعه 15 ساعه 16 ساعه، هتنامي وتصحي وتاكلي وتشوفي موفي وبتاع، ولسه عندك 7-8 ساعات يعني. انا كنت بخلص في الرحله كتاب، يعني كان ممكن اخلص كتاب في الرحله رايح وجاي اخلص كتاب. طب في حاجات من دول خلتك تحس ان انت كقائد بقى، كليدر او كمدير لناس، يعني CEO بيليد الشركه كلها، في حاجات خلتك موقف خلاك وقفت مع نفسك كده وقلت انا طريقه ادارتي دي غلط، او طريقه معينه من اللي انا بستخدمها مع الناس في الاداره غلط وانا محتاجه اتغير دلوقتي؟ حصلت اللحظه دي؟ حصلت، بس بشكل مختلف. يعني القصه اللي انا لسه حكيها لك دي خلتني اقرا كتير قوي في حاجات كتير، عشان حاجات كتير قوي I was lacking حاجات كتير قوي. فلا، هو في الليدرشيب هي حصلت بالعكس. يعني انا كنت محظوظ ان انا اتحطيت على ليدرشيب بروجرام في شركه من الشركات اللي انا اشتغلت فيها، وكان الحقيقه بروجرام طويل جدا. يعني قعدنا على مدار 8 أسابيع بنحضر ايام معينه في الاسبوع. اللي حصل العكس بقى، يعني اللي حصل ان انا بعد ما خلصت الليدرشيب بروجرام بتاعي
اكتشفت ان حاجات كتير جدا من الواحد كان بيعملها كانت غلط. لو هتقولي 3 حاجات مثلا. يعني هقولك على حاجة، بصي الاكزامبلز كتير بس هنختار 3 اهم 3. طيب في حاجتين جايين على بالي دلوقتي مهمين جدا. الليدرشيب ستايلز، يعني اللي درس ليدرشيب، الليدرشيب ستايلز كتير قوي. تمام. في حد ديموكراتيك وحد اوتوكراتيك وحد كوتشنج وحد مش عارف ايه. لكن في حاجه اسمها، يعني انا طلعت بيها من الكورس ده، اسمها situational leader. يعني هحكي لك، ولما احكي لك دلوقتي هتطبقيها على الحياه العمليه هتلاقيها حقيقيه 100%. يعني ايه situational leader؟ يعني هو بيقول لك انت النهارده السيتويشنال ليدر ده هو الليدر اللي بيقدر يأدابت للظروف وللشخصيات. يعني انا ما اقدرش النهارده ابقى ليدر لتيم وابقى بتعامل مع كل التيم بتاعي بنفس الليدرشيب ستايل. طب ايه اللي بيفرق؟ اللي بيفرق level of competency ونوليدج. انت النهارده عندك تيم بلاير، تمام. حتى وانا بتكلم فكري فيها في التيم بتاعك. تمام. انت عندك من التيم حد competent جدا، قوي، حد knowledgeable جدا، حد عارف اللي بيعمله كويس جدا، وحد انت عندك trust في الكابابيليتيز بتاعته وفي الكومبتنسز بتاعته وفي كل حاجه. طب هل ده انت ممكن تبقي مايكرو مانجر معاه؟ هل تبقي لازم بتديله كوتشنج كل يوم؟ هل تبقي فوق دماغه كل يوم؟ ولا ده هتعملي له ديليجيشن؟ يبقى انت هيبقى دورك هنا كليدر مع واحد زي ده ان انت بتوضحي له الاوبجكتيفز بتاعته ايه، وتسبورت عشان يحقق الاوبجكتيفز بتاعته، وجو هيد. صح. طيب لما يجي لك حد جديد للتيم، الليفل اوف كومبتنسي اقل بكتير، في بوتنشال بس لسه قدامه كتير قوي على بال ما يتعلم و هل ينفع تعملي له ديليجيشن؟ لا، ما ينفعش اديله شغل طبعا، نسيبه هو مسؤول عنه. الحالتين مدمرين. يعني لو عندك حد قوي جدا في التيم وواقفه فوق دماغه، وانت بقيتي مايكرو مانجر بتعامليه زي التاني، انت بتدمريه. لان الراجل ده هو عايز السبيس بتاعته، وعايز يبقى كرييتيف، وعايز وانت اوريدي عندك تراست في الحاجات الاساسيه عنده. صح. فانت هتبقي بتدمريه. الراجل التاني لو عملتي له ديليجيشن انت بتدمريه برضه، لانه لسه صغير، لسه مش عارف. هو محتاج منك ايه؟ محتاج منك كوتشنج، محتاج منك وقت اطول، محتاج منك تبقي منتر تعلميه كل خلاصه خبرتك. الشخص التاني اللي عندك في التيم هو مش محتاج تبقي واقفه فوق دماغه خالص، هو عايز السبيس دي ويتحاسب في الاخر على البرفورمانس بتاعه. مش عارف ممكن اضرب مثل بالكوره تاني ولا لا، بس انتي النهارده تيم ليدر اما يجي واحد مدرب فريق وعنده ميسي في الفرقه، تمام، مش هيقعد يقول له انزل واستلم الكرة ازاي وباسي الكرة ازاي، ولما يجي لك بينالتي اهدى كده وانت بتشوط وخد نفسين انت بتتكلم ميسي. تمام. انت هتدي له خطوط عريضة، صح، وتسيبه وتدي له حريته وتدي له السبيس بتاعته. فالنهارده فكرة الليدرشيب لما تتعمقي فيها هتلاقيها علم، وبيغير طريقتك مع الناس جدا، وبيغير الريسبونس اللي بيجي مع الناس لما انت بتتعاملي كليدر فعلا بعلم. ساعات بفكر انه ليه الشركات ما تعملش زي mandatory program، يبقى مثلا برنامج اساسي لاي حد هيدخل منصب اداري ان هو يعدي بالبرنامج ده، والبرنامج ده يبقى شامل حاجات كتير، حاجات بقى عن انواع القيادة، حاجات عن النفسيات، يبقى فيها مثلا assessment نفسي، او يبقى في دكتور نفسي بيعمل assessment. لان في ناس كتير قوي بتدمر الناس اللي بتشتغل معاها بسبب مشاكل عندهم. مليون في المية. فيا ريت ان شركات كتير صراحة تبدأ تعمل حاجة زي كده، هتسهل كتير. واغلب الشركات الكبيرة دلوقتي عندها ديبارتمنت بتأسس التريننج نيدز، بيأسس التريننج نيدز لكل جريدز وكل فانكشنز والكلام ده كله. انا من وجهة نظري regardless الاندستري هي ايه، الليدرشيب has to be a mandatory يعني training، لانه across industries
انت محتاجه تربي ليدرز، انت صح. محتاجه تطلعي ليدرز، انت محتاجه لما يكون عندك opportunity جوه الشركه ان انت تطلعي حد من تحت ياخد هو الاوبورتيونيتي دي، ما تجيبيش حد من بره. مظبوط. لان انت طول ما انت بتوفري الكارير باث ده للمايند سيتس اللي احنا بقى اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هم كمان موظفين عندهم نفس المايند سيت، انت قادره تو اكوموديت ان انت تخلي الناس اللي عندك يجرو جوه الشركه. صح. تمام. فلازم انا شايف ان الليدرشيب لازم يكون توبك مهمه جدا. الجزء الثاني هو جزء الموتيفيشن. النهارده جزء الموتيفيشن زي ما اتكلمنا على السيتويشن الليدر، وده في جزء ليرنينج، يعني حاجه اتعلمناها ما كنتيش هتعرفيها وتتعاملي مع الناس بيها الا لما اتعلمتيها. الجزء الثاني الموتيفيشن، تشجيع. الموتيفيشن هتكتشف الموتيفيشن ده حاجه اساسيه جدا جدا في الاداره. طبعا. هتكتشفي ان احنا بنعمل كل حاجه غلط. يعني قبل ما نتعلم موتيفيشن، وعلى فكره في بالمناسبه كتاب كويس جدا اسمه درايف. الكتاب ده كله على الموتيفيشن، وكتاب ممتاز جدا جدا. يعني الموتيفيشن، طيب ليه بنعمل كل حاجه غلط؟ زي ما انا اتكلمت على السيتويشن ليدر، وانت بتتعاملي مع مين اصلا عشان تليد ازاي، انت بتموتيفيت مين، وايه الموتيفيتر بتاع الشخص ده، ايه طريقه التشجيع لكل طبعا. شخص. يعني انت النهارده هم مقسمينها في ترم معروف، يعني اللي هو وايت كولر امبلويز وبلو كولر، ما اعرفش يعني معروف. اشرح لنا اكتر. الوايت كولر امبلويز اللي هم بيسموهم يعني اصحاب الياقات البيض، الوايت كولر امبلويز اللي هم عاده المانجمنت و البلو كولر زي السي اوز والدايركتورز والاداره والناس اللي في الاداره والادمن و البلو كولر هو ريفيرد اللي هو الليبر اكتر، الوركرز فهو مبدئيا في اسلوب خاص تتكلمي فيه بالبلو كولر واسلوب خاص بالوايت كولر. انت وتطبقي ده بقى على الحياه العمليه هتلاقيه صح 100%. انت النهارده لو شغاله مثلا في شركه عندها مبنى اداري فيه فانكشنز وديبارتمنتس مختلفه، وعندك مصنع فيه ليبرز وفيه وركرز، طبعا مع احترامي للجميع، احنا هنا مش بنقلل حد، احنا هنا بنقول الابروتش ازاي. النهارده هتلاقي لو انت جيتي تتكلمي مع البلو كولر امبلويز، هتلاقي انه الموتيفيتر الاغلب والاهم هو الامور الماديه المحسوسه. يعني انا النهارده المرتب كام، العلاوات، المواصلات، البدلات، الميديكال انشورنس، التامينات، الكلام ده كله صح. هل معناه ان البلو كولر امبلويز مش مهتمين بالجزء المادي؟ لا، كل الناس، كل العالم اللي بياخد 1000 عايز زياده، واللي بياخد 100,000 عايز زياده، واللي بياخد مليون عايز زياده، صح ولا لا؟ صح. لكن نسب. انت هنا بيبقى الموتيفيتر الاساسي الموتيفيتر المادي. انت مش هتروحي النهارده مع احترامي للجميع تاني تكلمي وركر معين شغال في مبنى بيصب اسمنت وطالع عينه، هتقعدي تقعديه قدامك تكلميه في كارير بروجريشن وفي ديفلوبمنت بلان في استثناءات لده، بس انا بتكلم كابروتش عامه. لكن هنا هو اللي هيفرق معاه وضعه، سكنه، مواصلاته، اكله، شربه، مرتبه، صح ولا لا؟ صح. لما انا كنت في اخر شغلانه ليا في السعوديه، انا كنت ماسك مصنع، يعني كنت ماسك شركه تغذيه فيها عيادات تغذيه وفيها مصانع المشاكل اللي بتسمعيها في المكتب من الاداره غير خالص لما بعمل ميتنج مثلا مع العمال في المصنع. اغلب المشاكل اللي بتسمعيها من العمال من المصنع بتبقى اول ريكويرمنتس وطلباتهم وبتبقى طلبات خاصه بالنقط اللي انا اتكلمت فيها دي. طيب لما تيجي تتكلمي مع الوايت كولر هتتفاجئي بحاجات ممكن تذهلك في الموتيفيشن. يعني النهارده ريكوجنيشن، مجرد ريكوجنيشن لحاجه اتعملت كويس ممكن يبقى موتيفيتر لحد. مجرد ان انا اقول الشخص ده حقق الانجاز ده في مكان يعني معين، حد كان معاه بروجكت معين وانجزه مثلا بشكل معين في وقت قياسي، الريكوجنيشن قدام الناس في كومباني ايفنت، في امبلوي اوف ذا يير ايفنت، في جالا دينر، الريكوجنيشن بتاع الراجل ده قدام الناس ممكن يبقى موتيفيتر. هتتفاجئ اكتر empowerment. انت ممكن حتى يبقى مجرد انك تدي لشخص معين empowerment في decision making جوه الشركه بيبقى موتيفيشن ليه. ازاي؟ يعني مثلا انت اميره محتاجه ترجع في قرار معين للمانجمنت عشان تمضي عليه، عشان تدي ابروفلز في قرارات معينه. ممكن يجوا النهارده يعملوا اجتماع ويقولوا لك اميره من هنا ورايح الديسيجنز 1 2 3 دي معاك وانت خديها.
معاك. انت you don't need ان انت ترجعي لنا. so they empowered you. فاهم قصدي؟ الامباورمنت ده انت هتروحي موتيفيتد ولا مش موتيفيتد؟ طبعا جدا. فهمتي قصدي؟ وبعدين هاخد خبرة ان انا لما بقى هكبر واوصل للمنصب ده مش هبقى شيكينج، يعني مش هبقى مقلقة ومتوترة، هبقى انا اتعلمت فعلا يعني ايه اعرف اخد قرار. صح. بس اللي اقصده هنا انه انت لو فكرتي انت بتموتيفيت الناس ازاي، احنا كنا بنعمل حاجات غلط. انا النهارده بقيتي فعلا تشوفي ده في الحياه العمليه. لا، الناس بقت موتيفيتد. لا، بقيتي تعرفي تموتيفيت ازاي التيم ده والتيم ده والشخص ده والشخص ده. بتفرق من تيم لتيم ومن جريد لجريد ومن شخص لشخص. طبعا من شخص لشخص، يعني جوه نفس الجريد انت ممكن تلاقي موتيفيتر عند شخص غير التاني. طبعا حد الجزء المادي عنده هو الاعلى، صح، كل واحد حسب وانت قاعده بتاعته. بتكلميه في حاجات تانية خالص. وممكن تلاقي شخص يا جماعه انا ما كلمتكوش في فلوس، انتوا عمالين تكلموني هنديك ترقيه وهنديك علاوه وهنديك زياده. انا ما اتكلمتش في كده خالص. انا عايز responsibilities اكتر، انا عايز اتعلم حاجات اكتر، انا عايز exposure اكبر، انا عايز اتعلم حاجات اكبر، انا عايز ابعتوني في كذا، علموني كذا. انا ما كلمتكوش في فلوس، وانت بقالك سنتين مضيعه وقت، عماله كل ما بتيجي فرصه بتديله ميريت انكريس ولا بتديله علاوه ولا بتديله بتاع. انت يو نوت موتيفيتنج الشخص ده بالطريقه الصح. ولو جات له فرصه هتفلفل بقى الحاجات اللي هو عايزها، هيمشي، لان انت اصلا ماشيه معاه في الموتيفيشن بشكل غلط، ماشيه معاه في الاتجاه الغلط. صح. انا في سنه من السنين، وده لايف اكزامبل، وطبعا برضو عشان الناس اللي بتسمع ما تقولكش يعني يلا يعني مش عايز فلوس، كل الناس عايزه فلوس، بس انا بتكلم نسب. انت النهارده ممكن الموتيفيشن لشخص في شكل مادي بنسبه 100% هيبقى ساتسفاينج بالنسبه له. فاهم قصدي؟ حد زودتيه مرتبه او زودتيه علاوه هيبقى بالنسبه له هو كده تمام. بالنسبه لشخص تاني ممكن الجزء المادي يبقى 20% وجزء الكارير يبقى 30-40% وجزء الاكسبوجر يبقى 50%. فهمتي قصدي؟ انا في سنه من السنين في الشركه اللي كنت بشتغل فيها الامريكيه، يعني انا كنت ماسك منطقه ميدل ايسترن افريكا، كنت دايركتور لميدل ايسترن افريكا. وجم فجاه وانا ما طلبتش وما اعرفش، جم فجاه قالوا لي احنا هنحطك على حاجه اسمها استراتيجيك ليدرشيب تيم. يعني ايه يا جماعه استراتيجيك ليدرشيب تيم؟ قال لك ده كوميتي زي يعني لجنه كوميتي بتتعمل في الهيد اوفيس في امريكا، اللي هي بتحضر استراتيجيات الشركه جلوبالي. فبيعملوا الميتينجز دي بشكل يعني بيريودك، وبعدين بيطلعوا منها باستراتيجيه الشركه جلوبالي. فالتيم اللي هناك هو بيبقى عايز حد من كل ريبريزنتيف من كل ريجن يكون في البانل ده او يكون في الكوميتي دي. فانت هتريبريزنت ميدل ايسترن افريكا في الميتنج ده، انت اللي هتمثل الشرق الاوسط وهتحضر في اللجنه، وهتحضر الاجتماعات، وهتكون بارت من ديفلوبينج الجلوبال استراتيجي بتاعت الشركه. الخطه العالميه للشركه هتكون جزء من هكون انا جزء من اللجنه دي او من الكوميتي دي. طبعا مش عايز اقول لك انا يعني رحت وحضرت بقى الميتينجز ان انت تكوني جزء من هذا الاجتماع، ومن تشوفي يعني ايه شركه جلوبالي بتطلع استراتيجي، بتطلعها ازاي، البروسيس شكلها ايه، ايه اللي بيحصل في الاجتماعات دي، بيوصلوا ازاي للقرارات، الفوتنج على القرارات بيحصل باي شكل، بيعملوا يعني they prioritize الاستراتيجيز ازاي، بيحطوا اولويه لايه، اولويات استراتيجياتهم بتتحط ازاي، طب لو اختلفوا بيحلوا الموضوع ازاي. اكسبيرينس مهوله طبعا. طيب هل دي ما كانتش وقتها موتيفيشن خرافي؟ طبعا جدا، موتيفيشن كبير جدا. يساوي فلوس، يساوي ملايين، يساوي طب هل هو بالنسبه لي انا وقتها في البوزيشن ده كان موتيفيشن كافي جدا؟ كان كافي جدا جدا. تمام. فاما برضو تخشي وتتعمقي في النقطه دي، هتلاقي ان هو الحاجات كلها يعني هي علم. الحاجه المهمه ان انت اوعي تحطي افورت موتيفيت حد في اريا مش الباشن، ما عندوش باشن ليه، ما عندوش شغف ليها. يعني النهارده همثلها لك مثال بعيدا عن البيزنس. طفل صغير، الطفل ده موهوب جدا في الرسم، تمام، وباباه مصمم ان هو يلعب تنس ويطلع بطل العالم في التنس، تمام.
الراجل جرب يلعب تنس، الولد جرب يلعب تنس مش عارف يلعب تنس، مش حابب يرسم. مهما عملتي هتموتيفيت وجبتي له حاجات وخرجتيه وعملتيه عشان تقنعيه يلعب تنس بالعافيه، مش هيلعب. هو مش هيلعب. فقسيها على البيزنس. انت النهارده لازم الليدر يبقى عنده عين، شايف مين في المكان الصح، وبعدين ابتدي موتيفيت. ما تحطش افرت في موتيفيشن لحد في مكان مش صح، او ما عندوش باشن ليها، او ما عندوش جدا. او ما عندوش ال الامكانيات بتاعتها. الموتيفيشن مش هيعمل حاجه هنا. عشان كده هي دي الخدمة اللي احنا بنقدمها، ان لازم يكون في أسئلة كتير قوي بعيدة عن الشغل طبعا. يقدر الديسيجن ميكر او صاحب الشركة او الاتش ار يشوفها بعيدة عن السي في. طبعا. الأسئلة اللي موجودة عندنا في الويب سايت كلها عن ايه اكتر حاجات بتعملها وانت مبسوط، ايه هو شغفك، ازاي تكتشف نفسك، لو انت ما عندكش حدود ايه الشغل اللي هتختار ان انت تشتغله، علشان هتخليك او هتساعدك تعرف اكتر مين هيكون في احسن مكان فين، او مين مكانه الصح فين. 100%. طيب لو حد هيعمل موازنة بين المعرفة النوليدج والخبرة والاكسبيرينس والاتيتيود الشخصية، ممكن يعملها ازاي علشان يبقى البيرفكت كالبر؟ هقول لك في كومبرومايز عليه ومفيش كومبرومايز عليه. يعني انا ممكن النهارده النوليدج اساسي، انا النوليدج حاجه اساسيه، يعني التخصص محتاج النوليدج دي، فالنوليدج لازم تكون موجوده. الاكسبيرينس مهمه، بس انا ممكن اديله اكسبيرينس، تمام، ممكن اعلمها له، ممكن اعلمها له، لكن مفيش كومبرومايز على اتيتيود برضه. يعني انا لو انت هتقولي لي knowledge experience attitude. طب لو في حاجات هتقول للناس ما تعملوهاش في مكان العمل، لان دي مثلا، لان ساعات وخصوصا الناس اللي لسه مبتدئة وكتير من الكبار، ويمكن انا برضو واحدة من الناس دي، ما ببقاش عارفة مديري شايفني ازاي او السي او بتاع الشركة شايفني ازاي، فممكن اتصرف تصرفات من وجهة نظري انا شايفة ان هي صح، بس هي بتطلعني بصورة غير الصورة اللي أنا عايزة أظهر بيها أو اللي أنا عايزة تشاف بيها. فلو في حاجات هتقول للناس إن لأ ده ما تعملوش، يعني ده attitude wise مش صح إن أنت تعمله في مكان العمل أو أنت في انترفيو أو كده، هيكون إيه؟ أول حاجة ما تتكسفش إنك تسأل. دي أول حاجة بتعمل مشاكل كبيرة، إن الناس بتتكسف تسأل، وبالتالي اللي بيكسف يسأل ده بيعمل أخطاء. فما تكسفش تسأل، لأنه مهما وبي بلاند. يعني أنا دايما أقول للتيم خليك واضح. أفضل لي بكتير قوي أما يبقى عندنا مثلا مشاريع ومشروع فيه مشكلة، أفضل لي بكتير قوي إنك تكلمني وتديلي معلومة بلاند كده دمها تقيل. ليه؟ لأن هنعرف ندسكست ونعالجها بدري. لكن المشكلة لما المعلومة ما تجيش أو تيجي غلط، يعني blunt information ايا كانت هي ايه، احسن من false information، احسن من ان الانفورميشن ما تجيش اصلا. اول حاجه بقولها انه ايا كانت هي ايه المشكله اتكلم فيها، ما تتكسفش تتكلم فيها وما تتكسفش تسال. حاجه تانية الناس ما تعملهاش، انه لازم يبقوا فاهمين ان الجود environment في المكتب او البيئه الصحيه في المكتب هي حاجه مهمه جدا جدا. انا هاخد لك على الاندستري بتاعتنا دلوقتي. احنا في صناعة، احنا بنشتغل في الديكور، وعندنا مصممين وديزاينرز، وما فيش مشروع زي التاني. احنا مش مثلا على مكنة كل يوم بتطلعي نفس القماش. طب انتي في الاندستري دي بالذات، في الصناعة دي بالذات، انتي محتاجة توفري بيئة ملائمة للناس ان هي تقدر تبدع. انتي عايزة كل يوم بيجي مشروع مختلف عن التاني، عايزة توفر لهم بيئة في المكتب ان الناس تقدر تبدع وتطلع احسن حاجة ما عندها. في بقى فاين لاين هنا ما بين الجود انفايرمنت والانفايرمنت اللي هي المتسيب. انت محتاجة انفايرمنت تكون لطيفة وكل حاجة، لكن في رولز لكل حاجة الناس ماشية عليها. كل واحد لازم يفكر ان هو في لحظة من اللحظات عنده سبيس شوية، عنده وقت شوية. زميله اللي الناحية التانية مضغوط، زميله اللي الناحية التانية عنده مشروع عايز يتسلم في وقت قصير. فلازم من هنا انه الانفايرمنت تكون على الجميع. عشان كده بقول في فاين لاين ما بين الانفايرمنت المتسيبة والانفايرمنت كويس. انا محتاج النهاردة اوفر بيئة
تخلي الناس كلها تبدع، واكون انا كليدر فير مع الناس كلها، والناس كلها والتيم كله لازم يساعد بعضه. تفهم قصدي؟ وبالتالي لو بدي ادفايس ان الناس لازم تاخد بالها ان هي نفسها هتكون شخصية مختلفة يوم عن يوم. انا النهاردة عندي وقت ولطيف، انا بكرة مضغوط. صح. دلوقتي على السوشيال ميديا منتشر قوي المحتوى بتاع انت لو ما عملتش بيزنس تبقى انسان فاشل، انت لو بتشتغل في شركة وبتشتغل من 9 ل5 انت عبد، انت لو عندك 30 سنة ومش معاك 50 مليون دولار انت عايش ازاي، انت ايه الفشل اللي انت فيه ده. فالناس بقى عندها لخبطة من حتة انه هو انا فعلا فاشل؟ طب ما انا ممكن اكون انا بحب اللي انا بعمله وانا اصلا مش عايزة ابقى صاحب بيزنس ومش محتاج يبقى معايا 100 مليون دولار، انا مبسوط. فالناس بقت شايفة ان انا لو ما عنديش بيزنس يبقى انا يا فاشل يا انا عبد لو انا بشتغل في شركة تانية. فبما انك انت جربت الاتنين، انت قعدت 30 سنة كوربريت ودلوقتي تقريبا 4 سنين او 3 سنين صاحب شركة، مين يمشي فين وايه الاوبشن فيهم الافضل؟ يعني انا لو هتكلم عن الاحسن اللي الناس تروح له، هل ان الناس تبدأ تشتغل فعلا انها تعمل بيزنس وتسيب الوظيفة، ولا تكمل بقى في الوظيفة، ولا كل شخصية حسب هي ايه؟ دي نقطة كويسة جدا جدا، وانا مش عايز اقول الاحسن، انا هقول وجهة نظر. بس مبدئيا النقطة دي جزء من المشاكل اللي اغلب الشركات دلوقتي بتعانيها في الريكروتمنت. زمان، افتكري زمان قبل انتشار السوشيال ميديا بالشكل ده وكل الناس عايزة تبقى فجأة بلوجرز، وكل الناس عايزة تبقى بلوجرز، وكل الناس عايزة تعمل ايزي موني. let's يعني فيست. بقت انا بقول كده، يعني هي ايزي ماني، بقت كل الناس عايزه ايزي ماني، فاهمه؟ فبالتالي الناس كلها، الشباب الصغير اللي لسه متخرج بقى بالنسبه له على طول بيفكر انا اعمل حاجه برايفت، انا اعمل ماي اون بزنس، انا ابقى ايه على السوشيال ميديا، انا اعمل فلوس سريعه جدا وكتير جدا. صح. اول حاجه مشكلة ليه هو شخصيا، هو مش واخد باله فيها. مش كل الملايين دي هتبقى يعني هتحقق نجاحات وتكسر الدنيا. تمام. تاني حاجة، انت النهاردة دماغك انت بتاخد شغلانة، هنرجع للنقطة بتاعت انا بدور على جوب ولا بدور على كارير. فهيبقى كله بيدور على شغلانة، جوب. انا عايز اخد جوب ليه؟ تو سكيور زي ما بيقولوا ايه، pay my bills، الاساسيات، فواتيري بقى واساسيات فواتير. الحياه. لكن انا في دماغي ان انا واخد الشغلانه دي عشان ابتدي اشتغل في برايفت بزنس، وابتدي اشايف الناس كلها بتعمل ملايين وعايز اعمل ملايين. دي انا شايفها كارثه بصراحه. يعني كارثه ليه؟ مفيش تركيز بقى في اللي هو بيعمله، مفيش كارير باث بيفكر فيه، مفيش ايه اللي انا محتاج اعمله عشان اخد بقى كل النوليدج وكل الاكسبيرينس اللي اتكلمنا عليها طول الحلقه دي. بقى التركيز كله ان انا ازاي اخد الشغلانه دي تو سكيور فواتيري لغايه ما اقدر اعمل فلوس بسرعه. ده اول جزء. ففي ناس كتير قوي هتضر نفسها بانها ضيعت عليها opportunities كتيره جدا، وفي ناس قليله ممكن تنجح وربنا يوفقهم. لكن الناس اللي ما نجحتش هتبقى ضيعت على نفسها فرصه experience مهوله جدا، وليرنينج مهوله جدا. ادي اول حاجه. الجزء الثاني، امتى اعمل كده؟ يعني قبل ما ارد عليك في السؤال مين الكاركتر او مين الشخصيه اللي تقدر تشتغل يعني كموظف، ومين الشخصيه اللي تقدر تعمل برايفت بزنس، خلينا نتكلم التوقيت مهم جدا. يعني انا النهارده هتكلم على نفسي الاول في الجزئيه دي، وبعدين ممكن ندي ادفايس للناس. بس انا النهارده بعد 29 سنه بره في شركات كتير وفي اندستريز كتير وفي ماركتس كتيره، كان بالنسبه لي برؤيتي ان ده الوقت المناسب. ليه الوقت المناسب؟ انا شايف ان انا قطعت جيرني ورحله طويله جدا، اخدت فيها واكتسبت فيها خبرات طويله جدا، وشايف انه من الناحيه الماديه فاينانشلي انا اقدر دلوقتي ان انا اخد الريسك بتاع البرايفت بزنس. صح. اي برايفت بزنس في ريسك، في كالكوليتد ريسك، وفي ريسك غير محسوب، وفي ريسك محسوب، لكن هو ريسك.
يعني في الشغلانه العاديه انت عندك النهارده مرتب بينزل اخر الشهر، صح؟ في البرايفت بزنس انت ما عندكيش مرتب، انت مسؤوله عن مرتبات ومسؤوله عن اكسبنسز ومسؤوله عن انفستمنتس واستثمارات اتحطت، ومسؤوله عن فلوس الشير هولدرز اللي حطوها، المستثمرين اللي اتحطوا معاكي. فانت بالعكس بقى هنا انت ما عندكيش حاجه سكيورد، ولا حتى مسؤوله عن نفسك to secure the financials بتاعتك. انت مسؤوله to secure the financials بتاعتك والفاينانشالز بتاعت التيم بتاعك والفاينانشالز بتاعت الشير هولدرز بتوعك. تمام. طب انا عشان اوصل لهذه المرحله، ما انا لازم يا جماعه اكون عديت على مراحل كبيره جدا في حياتي عشان اعمل كده. مش معقول ابقى لسه متخرج واول تفكير ليا افتح بيزنس، ولو ما فتحتش بيزنس خلال سنتين ابقى انا فاشل، والناس تانيين نجحوا على السوشيال ميديا وبصوا مكسرين الدنيا وعندهم ملايين الفيوز وبيعملوا فلوس قد ايه. الشعار بتاعنا في Not From The Couch: use your power for a positive change. استخدم قوتك او استخدم سلطتك علشان تعمل تغيير ايجابي. فايه الكونتريبيوشن اللي ممكن تقدمه ل Not From The Couch؟ انا هقدم الكونتريبيوشن ده with pleasure ل Not From The Couch، انه احنا كشركة عندنا vacancies معينة في اماكن مختلفة. يعني بما اننا بنشتغل في مجال الديكور والتشطيبات، فانا عندي vacancies في الانتيريور ديزاينرز. يعني لو حد شايف نفسه كفء يقدر يقدم السي في وانا شخصيا هبص عليها. عندنا vacancies في الاوبريشنز او في التشغيل، يعني site engineers, site project managers, technical office managers, interior designers. لو اي حد. هل هي كلها محتاجة technical skills ولا ممكن حد يكون interested يشتغل في الاندستري؟ يعني طبعا الحاجات اللي فيها مهندسين مش هيقدم فيها غير مهندسين، او interior design هيقدم فيها الانتيريور ديزاينرز. الحاجات اللي ليها علاقة بالاوبريشن او بالتشغيل محتاجة خبرة زي دي؟ محتاجة خبرات طبعا، ومحتاج يعني انا عندي functions تانية بتبقى بعيدة شوية عن الادمنستريشن. يعني احنا كل اللي انا قلته سواء ديزاين او اوبريشنز هم بنضمهم تحت بنسميها technical department او الإدارة الفنية. أوكي. الإدارة الفنية بالكامل هي طبعا محتاجة مهندسين. الانتيريور ديزاينرز مختلفين عن السايت انجينيرز، ولكن كلهم مهندسين. بيبقى احيانا في فانكشنز تانية بره الإدارة الفنية، بس في الوقت الحقيقي يعني فانكشنز زي ماركتينج، زي سيلز، بزنس ديفلوبمنت، فاينانس، دي كلها إدارات بره التكنيكال ديبارتمنت ما بتبقاش محتاجة مهندسين. لكن الفيكنسيز اللي موجودة دلوقتي ونقدر نساعد فيها هي المهندسين، هي الإدارة الفنية يعني بالكامل فيها كذا فيكنسي. وبالتالي أنا يعني with pleasure لو حد شايف فيه الخبرة والكفاءة اللازمة للبوزيشنز دي، هبص على السيفيهات، ولو نقدر نساعد أكيد هنساعد. طيب حلو جدا. يعني دلوقتي لو انت او انت حابين ان انتوا تقدموا، شايفين انكم مؤهلين او مناسبة ليكوا الوظائف اللي أستاذ محمد قالها، تقدروا تدخلوا من خلال اللينك بتاع الويب سايت بتاعنا، هتلاقوه موجود في البايو. هتجاوبوا على كل الأسئلة وهتحطوا السي في بتاعكم، وإحنا هناخدها وهنوصلها ليه. بنختار 10، 10 بنختارهم على أساس مين في السي في بتاعه مناسب للفيكنسيز اللي هو قال عليها دلوقتي. شكرا جدا على وجودك معانا، وشكرا ان انت جيت النهاردة. انا اتشرفت بيك قوي. شكرا ليكي، وانا اللي انبسطت جدا وانبسطت عشان كمان التوبيك كلها هي من التوبكس اللي انا بحبها جدا. شكرا. اي حاجة يعني بنتكلم فيها related to people في الإدارة انا بحبها جدا، وبشكرك انتي على انه انتي بتعملي حاجة مهمة قوي، وللناس ما تعرفوش ان انتي بتعملي ده عشان تساعدي الناس سواء اللي لسه متخرجين او اللي بقى لهم فترة في البيزنس. فانا اللي بشكرك ومبسوط جدا اني كنت معاكي. شكرا جدا. شكرا.